عيالك عاملين دوشه ومصدعينك طول الوقت. عارفه والله، وانا تلميذه ده انا شاربه المر. بصي خلينا متفقين ان في الاول وفي الاخر دول اطفال وطبيعي يعملوا دوشه، دول احباب الله. طب تعملي ايه عشان تهدي نفسك وما تخرجيش عن شعورك؟ مبدئيا كده سيبك من جو بس يا حبيبي، اسكتي يا حبيبتي، او انك تقومي تصرخي وتضربيهم. كل ده ولا هيقدم ولا هيأخر. اول ما تحسي ان انت خلاص هتفرقعي، خدي نفس عميق وهدي اعصابك يا ست الكل. بعديها حاولي تشغليهم بنشاط او اي حاجه تسكتهم، بس بالله عليكي بلاش التليفون. ها، اديهم لعبه او اعملي معاهم تحدي يفرغ طاقتهم، العاب حركه مثلا او رسم او حتى قصه تحكيها لهم. حاولي تخليكي مرنه معاهم، ولو مش قادرين يهدوا غيري النشاط او المكان. يعني من الاخر لو فاض بيكي، طب يا حبايبي ايه رايكم تخرجوا تلعبوا في الجنينه لحد ما اخلص اللي انا بعمله؟ كمان تقدري تحددي وقت للدوشه، يبقى معروف ان عندكم ساعه بريك في نص اليوم، ودي للدوشه والصياح وكل اللي نفسكم فيه، لكن بعد كده ممنوع عشان هيكون في عقاب. واخر حاجه بقى، خليكوا قدوه ليهم وهيئي لهم البيئه. ما هو لو شايفينكم انتوا وباباهم هادين يعني بدون مشاكل وخناق، هيحاولوا يقلدوكم. لو عملتي الكلام ده هتعرفي تحكمي حته الدوشه في البيت، ومش هيكون عندك مشكله في ان